السلام عليكم، مش راكم ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية يا رب. على بالي راني مطولة عليكم بزاف، عندي مدة ما طلعتش. قلت اليوم نطلع عليكم ونفيدكم بعض الكتب اللي فادتني في حياتي وقريتها. درك قبل ما نبداو كالعادة ما تنساوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساوش جام وابوني. درك جبتكم كما قلت لكم اليوم مجموعة من الكتب اللي كنت قريتها، يعني البعض منها فقط. كاين اللي قريتهم بي دي اف، وكاين اللي سلفتهم وعاودت رجعتهم لما عليهم وقريتهم. ليسونسيال انا جبت لكم واش لقيت عندي هنا متوفر، قلت نفيدكم بهم به اللي حابه تشري اونكا تدي نظره عامه عليهم. نبداو باول كتاب، هو نظريه الفستق تاع فهد عامر الأحمدي. عنا الكتاب هذا يحكي على الوعي الذاتي وكيفاش تفكروا بشكل مختلف عن المألوف، يعني تخرجوا من حاجة مألوفة، توليو تخرجوا من القوقعة هذيك المألوفة اللي الناس كامل تخمم بها، تولي انتم تخموا بحاجة مختلفة. هنا الكاتب يشبه واحد الموقف صرالو في حياته مع ولده بنظرية الفستق، منها يبين كيفاش أفكار صغيرة قادرة تبدل حياتك بالكامل. الملخص الكتاب هذا تسمى يحكي على مجموعة من القصص والتجارب والملاحظات اللي تعلمك كيفاش تكوني أكثر وعي بذاتك والأفكار تاعك، ويناقش كيفاش ممكن أبسط القرارات والمواقف إنها تغير مجرى حياتك بالكامل إذا تعاملتي معاها بوعي. تسمى نمدلكم كخلاصات صغار برك على الكتاب. انا مستحيل نقدر نمدلكم الكتاب كامل على واش يهدر، وبصح اذا مهتمين اني نعود نشارك معاكم في الانستغرام كملخصات تاع كل مرة نهدر لكم على كتاب ونتعمقوا فيه بشكل أفضل، ونتناقشوا فيه ما بيناتنا، يعني ناقشوا الأفكار تاعو بيناتنا. إذا مهتمين خليوا لي برك في التعليقات ونلقاكم، بس بشرط انكم نشطين معايا في الانستغرام وتتفاعلوا. نعود دايما نشارك معاكم كل مرة كتاب، ونزيد نشارك معاكم كتب بخلاف، متأكدة بلي راح يفيدوكم كيما فادوني بإذن الله تعالى. نرجع للكتاب الثاني، فن التعامل مع الناس. هذا هو الكتاب. الكتاب هذا يهدر على كيفاش تكسبوا قلوب الناس، كيفاش تتواصلوا معهم بذكاء، سواء في الخدمة سواء الأصدقاء، فهمتوا؟ يهدر لكم تسمى بصفة عامة كيفاش تتعاملوا مع الناس، ويبين لك باللي التعامل المليح هذا مع الناس مش موهبة يزيد بها العبد ولا تخلق مع الإنسان، بصح هو فن يقدر أي واحد يتعلمه، تسمى يعلمكم كيفاش تتعاملوا مع الناس. الكتاب هذا يعني رائع، ننصحكم به، سرتوا لي يخدموك في الإدارات، يعني ننصح به حتى المكيثات في البيت، وسرتوا لي يخدموا ويتعاملوا بزاف مع الناس. هذا الكتاب رائع جدا. نرجع للكتاب اللي بعده، هذا أحببت وغدا. هذا التعافي من العلاقات المؤذية، الدكتور عماد رشاد عثمان. الكتاب هذا على وش يحكي؟ يهدر على كل واحد مر بعلاقة مؤذية خلاته يتألم ويتشتت ويشك في نفسه، تسمى يولي يفقد الثقة في نفسه وقدراته. يهدر على التعلق أيضا المدمر والاستنزاف العاطفي والوعي والنجاة والشفاء الذاتي والتعافي. هذم الحوايج يهدر عليهم الكتاب هذا. المهم كخلاصة تاعو يعاون الانسان باه يتخلص من الدوام تاع جلد النفس، تاع دايما تبقاي تلومي في روحك وعلاش انا هيك وعلى صرالي هيك، ويهدر لكم ثاني على كيفاش تتشافوا من التعلق العاطفي، ثم يخليك تنضج عاطفيا. هذا الكتاب شوف هو ننصح به اي واحدة، وخاصة المراهقات خاصة ننصحهم بالكتاب هذا، والله تفهموا بزاف حوايج وتخرجوا من بزاف حوايج راكم فيها يعني درك. هذا كما هذا هو يعني بصفة عامة هدرت لكم على الكتاب هذا، يعني رائع حتى هو. الكتاب اللي بعده هو رسائل من القرآن، رائع جدا الكتاب، يعني نحب خلاه الكتاب هذا، تحسي يعني كأنه ربي سبحانه يخاطب فينا بكل آية. يعني الكتاب هذا
يهدر لك، يجبد لك هيك آيات تحسي إنه ربي خاطب فيك أنت شخصيا. المهم هذا الكتاب تحسيه يهدر هيك، ماذا مهما نوصفه قليل الكتاب هذا من وفيش وش كاين فيه. تحسوا يخاطب القلب والوعي مع بعضهم. هذا اقراوه وعودوه واقراوه وعودوه، ما كمش راح تملوا منه نهائيا. الكتاب اللي بعده الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. كتاب يعني للعلاقات، خاصة المتزوجات المخطوبات المقبلات على الزواج، يعني كتاب مليح. ننصحكم به ثاني. تفهموا بزاف حوايج، تفهموا عقلية الجنس الآخر. الكتاب هذا راح يحكي لكم على الفرق بين الراجل والمرأة في طريقة التفكير والتعامل، يعني كما على بالكم ربي خلقنا مختلفين، ما نتشبهوش احنا والجنس الآخر، لا في طريقة التفكير لا في طريقة التعامل تاعنا، كل واحد به ميزو ربي. كما وصفهم الكتاب هنا باللي الرجال جايين من المريخ والنساء من الزهرة، يعني كل واحد فيهم يخمم بطريقته المختلفة تماما عن الأخرى. والمشاكل في العلاقات يقولك باللي جاية من سوء الفهم بيناتهم، ماشي من سوء النية. كما تفهموا احنا هكا رجالة تشوفي هيك مشاكل تقولك شغل دارها لي هيك، يدير فيها مكرة ومنا، وهي لا، احنا برك ما احناش فاهمينهم وهما ما همش فاهميننا، على ذلك تسرى المشاكل هذوكا. كتاب هذا ثاني مليح. بعدها عنا كتاب لا تحزن عائض القرني. شكون ما يعرفوش الكتاب هذا؟ الكتاب هذا المن موجه للفئة اللي تحس روحها غير هي ضايقة بيها ودايما قلقانة في حياتها. يعطيهم نصائح من الدين والحياة والتجارب، ويبين لك باللي ماكش غير انتي اللي في هذه الدنيا ضايقة بيك وراكي قلقانة، كاينين اللي في أزمات أكثر منك انتي. يعطيك نصائح من الحياة سما كما قلت لكم باش تتهناي وترضاي وتعيشي في راحة. مثلا هذا الكتاب هنا نجبد لك مثال منه، يقول لك باللي ماشي وحدك اللي حزين في الدنيا هذه، معليش تحزن، هو شيء طبيعي انك تحزن، بصح ما تخليش الحزن يبقى عايش معاك، ما تخليش يأثر عليك ويأثر على قراراتك ويأثر لك على حياتك. وثاني يهدر لك على كيفاش تركز على النعم، ماشي على واش ناقصك، تشوف واش النعم اللي عندك، ماشي تروح تشوف لي اكثر منك وتشوف انت واش ناقصك. هكاكا رانا من نديروا والو في حياتنا، تسمى كل واحد كاين لي اكثر منه، هذا اكثر من هذا، كون نبقاو نتبعوا مش راح تفض، ونبقاو دايما نجريو ورا الدنيا وما تحسيش بهذيك الراحه، وماكش راح تعيشي الحياه، تبقاي غير تجري تجري وما تقنعيش بالشي اللي عندك. بعدها الكتاب جدد التوبة تتجدد حياتك. أوليكم الكتاب هذا يهدر لك باللي يقول لك باللي التوبة مش غير للي دار ذنب كبير ودار الكبائر برك. يقول لك حتى الذنوب الصغيرة تحتاج توبة، وكل يوم نحتاجوا نرجعوا لربي سبحانه ونطلبوا منه السماح، وربي يفرح بالعبد تاعو كي يتوبوا يستغفروا. مليحة هذه انه دايما نراجعوا نفوسنا، خاصة قبل ما نرقدوا، تفكري نهار كومبلي تاعك واش درتي فيه، تفكري الذنوب اللي درتيها، استغفري ربي واطلبي سماح من ربي سبحانه. مش غير لازم حتى نديري حاجة كبيرة خلاص باش تستغفري ربي وباه تتوبي ربي، لا، الذنوب هذيك الصغيرة هذيك ذنب مع ذنب ذنب مع ذنب يدير ران على القلب تاع العبد، ما لا نبداو نستغفروا احنا من الذنوب الصغيرة بلا ما نوصلوا للذنوب الكبيرة. ويقول لك ثاني ما تستنايش حتى انت تبدلي باش تتوبي، يعني ما يهدرش غير عن زايد، يقول لك ما تستناش حتى تبدل باش تتوب، يقول لك توب باش تتبدل، معناتها خلي التوبة هي تكون البداية تاعك، ما هيش النتيجة. توبي ومن بعد تبدل حياتك، ماشي تقولي حتى نوصل العمر هذا باش نولي ندير هكا وباش نتوب على الذنب الفلاني، حتى نتولي عندي هك وهك حتى نتولي عندي هك وهك باش نروح ندير هذيك الحاجة وباه نبدأ نصلي وباه ندير هيك، لا، تسمى ديروا التوبة ذي هي البداية ما هيش النتيجة. بعدها كتاب فكر وضاعف ثروتك. الكتاب هذا يقول لك باللي كل شيء يبدا فكرة صغيرة في الراس، كي تؤمن بيها وتخدم عليها يولي واقع. آمنوا بأي فكرة تجيكم في راسكم،
واخدموا عليها، ما تبقاوش غير تحلموا. يقول لك باللي ثاني الرغبة القوية تساوي البداية. تسمى اذا ما عندكش رغبة حقيقية باش تنجح ماشي راح توصل لبعيد، راح تبقى غير تحلم تحلم وهاك فرد بلاصة وما تخدمش. بصح كي تعود عندك الرغبة قوية هذيك اي تنوضك تنوض تخدم على روحك. ويقول لك ثاني باللي الثروة ما هيش غير دراهم، هي طريقة تفكير. كي تغير طريقة تفكيرك تتبدل حياتك. درك عطيت لكم كملخصات كنظرة عامة، مش حتى ملخصات على الكتب هذم اللي قريتهم وفادوني، قلت ننصح بهم خياتي. ما من توما قراوهم، تسمى الصيف جاي وفاكونس ما تلقاو ما ديروا كل مرة قراي كتاب هكا، حتى كتاب في شهر تكوني قريتي تسمى لاباس، تكون توالفوا برك تقراو غير بشوية يعجبكم الحال وتوليوا مدمنين على الكتب. درك كما كان الحال كما قلت لكم، اذا مهتمين اني نعود نشارك معكم مقتطفات ونتعمقوا في الكتاب مليح ونناقشوا الافكار بيناتنا، خليوا لي في الانستغرام. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى يكون نال اعجابكم، واقترحوا عليا مواضيع نعاود نديرها لكم في الفترات الجايه ان شاء الله. خلينا نقرا تعليقاتكم وتهلاو لي في رواحكم. سلام.